الشاي بتاع قبل عنايات. عملتي ايه؟ استلفت طقم الشاي بتاع قبل عنايات اهو. عال، واختك هي وضبت اوضه الجلوس ولا بقاش ناقص حاجه، والبركه في السلف. فين المفرش يا ماما؟ اهو عندك متطبق، الواد اخوكي حماده جابه الصبح من عند ست دريه. طب اما الحق اوضب حاجه الشاي بقى قبل ما يجوا. اياكش بقى ما يجيش سي محسن حسب ميعاده معاكي وتبقى فضيحتنا في وسط الجيران بجلاجل. ما يجيش ازاي يا ماما؟ وده معقول؟ ما هم شبان الايام دي كده، مسهل عليهم يضحكوا على البنات ويعشموهم. لا يا ماما ارجوكي، محسن مش من النوع ده ابدا. ده انسان اخلاقه عاليه ومن عيله كبيره، وكمان ما هوش مضطر يكذب عليا. بالعكس، ده ما حاولش ياخد مني ميعاد عشان يقابلني بره زي بقيه الشبان ما بيعملوا، وفضل انه يقابلني بالطريق الطبيعي، انه يجي يقابلكم انت وبابا عشان يخطبني منكم. طيب يعني انت متاكده انه جاي في ميعاده؟ طبعا يا ماما، ده قايل لي الساعه 5 بالدقيقه هيكون هو وبابا هنا. بس ايه بس ايه؟ بس دخلت الشارع بتاعنا مش حلوه والبيت قديم ويكسف. يعني ايه؟ طقم الشاي ومفرش السفرة والهدوم واستلفناهم، عايزانا كمان نستلف شارع وبيت غير ده؟ ماله الشارع والبيت؟ ما فيش يا ماما، بس يعني اصلي محسن من عيله غنيه وساكنين في فيلا في الزمالك والله يا اختي اذا كان بيحبك وبده يتجوزك صحيح مش هيسأل على اي حاجة ابدا، ولو كنت ساكنة في اسطبل حتى برضه هياخدك. عندك حق يا ماما، ما تعرفيش انا سعيده قد ايه يا ماما من ساعه ما عرض عليا انه يجي يشرب عندنا الشاي ويخطبني. اتفضل يا استاذ منعم، اتفضل. دي عارفه اسمي يا سعاد؟ هي دي العروسه؟ لا، دي مامتها. طمنتيني يا شيخه، متشكر قوي يا هانم. اهلا وسهلا، أهلاً اتفضلوا بيك. هنا في الصالون. طيب يا فندم. دقيقه واحده وراجع لكم حالا. قولي لي هي العروسه شبه امها كده؟ بقى ده معقول؟ دي قمر 14. خوخه شافتها؟ دي نقاوة عينها. والنبي خوخه دي بتعزك قوي يا منعم. ياه، دي مناها تعمل كل اللي يريحك. انا عارفه، بس كل ده كان ليه؟ ومش وقته دلوقتي يا سعاد، مش وقته. انا سامع صوت رجلين جايه، لازم العروسه يا سعاد، العروسه. الله، ومالك اتلخبطت كده؟ لا ابدا، انا بس مرتبك. انا كويس قوي اهو. تعالي يا منال، تعالي يا حبيبتي. يا منال. ولا ايه؟ تعالي يا روحي، تعالي سلمي على عريسك. مساء الخير يا طنط. مساء الخير يا استاذ. منعم. يا استاذ. اسمي منعم. يا اهلا وسهلا، تعالي اقعدي هنا جنبي، تعالي. كده على طول زي بعض. اقعدي جنبه يا منال. اصل منعم اخويا صريح قوي، اللي في قلبه على لسانه. ما هو باين يا اختي، ما هو باين. مفيش حد فاهمني زي اختي سعاد ابدا، مفيش حد ابدا. لا 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 لا، بكره منال بنتي بقى تفهمك وتسعدك. مش كده يا منال؟ ماما وبعدين معاكي انا بتكسف. يا خراشي. ايوه طيب. اتاخرت كده ليه يا منعم؟ معلش يا حبيبتي، بس انا انت ايه؟ اظن هتقولي بقى انت صديتي نفسي اما شفتك بكده، مش كده يا اخويا؟ ما انا ما اقدرش بقى كل يوم بعد ما اخلص حاجه البيت اقعد ازوق لك. لا يا حبيبتي، على كيفك، بس اصل انا انت ايه؟ ما انا عارفاك هتقعد بقى تتريق. ما هو حاجه بالعقل، مادام لا ورايا حفله ولا ورايا فرح خلاص يبقى مفيش حاجه افضل كده في البيت. لا على كيفك يا حبيبتي، انا قصدي اقول لك بس يعني ان انا انت ايه؟ مبسوط، انا منشرح. يا سلام، يا بختك يا حسونه. انت ايه حكايتك النهارده؟ ايه ده؟ ايه انا مبسوط انا منشرح؟ يا بختك يا حسونه. حسونه ده يطلع انت مالك عندك كحه؟ لا، ده موظف جديد عندنا في الشركه وجاله مغص النهارده. وعشان جاله مغص تقوم تقول يا بختك يا حسونه؟ لا انا مش بقول يا بخته على المغص، امال على ايه؟ على مراته يا خوخه. يا بختك يا حسونه. ما تفهمني ايه حكايتك بالظبط؟ اصل لما جاله مغص خدته وروحته على البيت، وبعد ما روحتوا البيت؟ وبعد ما روحته يا ستي، يا بختك يا حسونه، ما تتكلم بقى. مراته قابلتنا، تقوليش متجوز حته مرمر ولابس فستان، تقوليش متجوز حته كريستال. بس لو ما كنتيش تبحكيكي كل حاجه. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، ده انت يا اختي فنجانك حلوة قوي قوي يا ست منيرة. صحيح والنبي يا استروحية. صلاة النبي احسن. طب ده انا عمري ما قريت فنجان بالشكل ده ابدا يا اختي. ده ايه السعد والهنا ده كله يا اخواتي؟ سعد وهنا ايه يا ست روحية؟ انت بتصدقي الكلام ده يا حماتي؟ مالكيش دعوة انت يا نوال. كملي يا استروحية. شايفة ايه كمان؟ شايفة يا ستي لما انت عتبة جديدة
إنما عتبة إيه بقى؟ كلها زرع وخضرة وأشجار. أهم أنا شايفاهم قدامي أهم. انتي والله أعلم يا ست منيرة هتعزلي من البيت ده. يسلم بقك يا ست روحية. اعزل اروح فين؟ الشقة الجديدة اللي في الأمارية. ابدا، ده بعدك. انت متفقه وياها ولا ايه يا ست روحيه؟ متفقة على إيه يا أختي؟ الله، هو انتوا هتعزلوا صحيح؟ أيوة هنعزل. لا مش هنعزل، واذا كنت فاكره انك هتتحكمي فيا تبقي غلطانه. الحكاية ما وصلتش للتحكم يا حماتي، لكن ايه؟ انا مش فاهمه انت جرالك ايه. من ساعه ما جوزك قدم طلب يحجز شقه في مساكن الاميريه ورسيت عليه القرعه وانت ما فيش في مخك الا العزال، زي ما نكون خلاص مضينا العقد وانتهينا. من بقك لباب السما. شايفه يا ست روحيه بتغيظني ازاي؟ خليكي شاهد عشان لما يجي ابني واشتكي له. الله بقى، وبعدين معاكوا يا جماعة، ما تصلبنا على النبي امال. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، ده انت يا اختي. وانت يا سماسة معقول تسيبيه ينام من غير غدا؟ يا طنط صدقيني هو هيكون مستريح كده. مش ممكن تلاقيه لسه زعلان من حكاية فاتن. انا هروح اجيبه واجي. لا يا طنط ده مستحيل. طب هتشوفي. ما هو يمكن يعملها زعلة تانية وما خلصتش معاه. ما تخافيش مش هتأخر عليه. عاجبك كده يا ست ماما؟ اعمل ايه؟ ما هو قدامك. قدامي ايه بس؟ مش قادرة تمنعيها. ازاي تسمحي لها تروح لوحدها وبابا لوحده هناك؟ انا مش قلت لها يمكن يعملها زعلة؟ هو ده بس اللي همك؟ يمكن يعملها زعلة ويبقى له حق لو عملها. ماما حضرتك بصراحة تصرفاتك بقت مش معقولة ابدا. وبعدين معاكي بقى يا اشجان، مالكيش دعوة. هي طنط عطيات غريبة. امال ايه؟ قريبة وانا مش عارفة يعني؟ دي عشرة عمري يا حبيبتي. برضو ده ما يديلهاش الحق تتصرف كده. على العموم انا نازلة المية. يا ست ام محمود. الله يعافيك يا ست ام فكيه، اتفضلي. يزيد فضلك يا اختي، انا سمعت زغروطه من عندكم. ايه يا ترى خير؟ فرحيني. يا اختي، اصل عقبال بنتك فكيه لما تشوفيها عروسه. ايه؟ فايزه بنتي هتتخطب النهارده كده؟ جرى ايه؟ ربنا يتمم بخير يا عروسه. تعالى اما ابوسك، تعالي. ميرسي يا ست ام فكيهه، بس والنبي بلاش الزغاريت دي. والنبي فرحت لك كانك بنت بطني. كتر خيرك يا ست ام فكيهه. امال يا ست ام محمود، هي الجيران مش لبعضها؟ ميرسي يا ست